تعالى اقولك ازاي تقفل انجليش لو انت في تالتة اعدادي ولحد دلوقتي مش عارف حاجه في الماده وعايز تجيب فيها مجموع حلو. فتعالى اقولك تركز عليه في ماده الانجليش عشان تلم بيه درجات، ويكاد ان انت ممكن تقفل في الماده دي لو انت حرفيا لحد دلوقتي لسه مفتحتهاش. فكمل الفيديو الاخر، يلا بينا نشوف. اول حاجه عايزاك تعملها وهي انك تذاكر الكلمات والقواعد، بس عايزه اقولك في نفس الوقت ان ما تخليش تركيزك كله على الكلمات والقواعد. طب ليه؟ عشان عندك انت الكلمات بتاعتك في الامتحان عليها 3 درجات وبس، والقواعد عليها 5 درجات، فبالتالي دول على بعض اصلا 8 درجات، والنسبه الاكبر مش هتكون على الكلمات والقواعد. فبالتالي احنا مش عايزين نخلي اهتمامنا كله بالكلمات والقواعد زي ما الكل بيقول لنا ان ماده الانجليش ما هي الا كلمات وجرامر. لا، مادة الانجليش مش كلمات وجرامر بس. اي نعم، الكلمات والجرامر ممكن يساعدونا في حاجات كتير جدا في فهم المادة كلغة وكده، ولكن التركيز بتاعك في الامتحان مش هيكون على الكلمات والقواعد فقط. لازم في حاجات تانية كتير جدا هتفيدك وهتجمع معاك درجات كبيرة جدا. انت ممكن اصلا تكون الحاجات دي انت اصلا يعني مش مخلي بالك منيها او مش بتذاكرها او مش بتحل فيها، فبالتالي كده انت هتضيع درجات كتير جدا. فعايزة اقولك ان انت هتركز على الكلمات والقواعد، بس هتركز عليهم كأنهم يساعدوك في حاجات تانية كتير هنتكلم عليها دلوقتي. فنيجي دلوقتي للجزء الأكبر اللي هو بيلم معانا درجات. احنا طبعا دلوقتي في مرحلة إعدادية وشهادة إعدادية محتاجين درجات كده، فأي حاجة بتجيب درجات احنا لازم نمسك فيها بإيدينا ورجلينا. اوكي، خلينا متفقين على الجزء ده ان احنا عشان في ثالثه اعدادي فاي حاجه هتجيب لنا درجات لازم نمسك فيها بايدينا ورجلينا ونركز عليها ونذاكرها كويس. يعني لازم نهتم بيها عشان تجيب لنا درجات. تمام. فالجزء الاكبر بقى وهو اللي عليه 22 درجه. انت عندك ماده الانجليش بيكون عليها 30 درجه في ثالثه اعدادي، بيكون عندك 8 درجات زي ما قلنا بيكونوا كلمات وقواعد، وال 22 درجه دول بقى اللي هم الجزء الاكبر اللي احنا هنركز عليهم، وهم الجزء بتاع تمام اللي هو الديالوجات يعني المحادثات، والجزء الثاني بتاع الباراجراف والقطعه بتاعه الفهم. نيجي بقى للسؤال بتاع الديالوج. في فيديو كامل نازل على القناة بتاعت اليوتيوب بتاعتي ازاي تحل سؤال الديالوج بكل بساطة. ان سؤال الديالوج اصلا ليه تكنيك معين بيتحل بيه، ما هواش انا بحفظه وخلاص زي ما احنا كلنا كنا فاكرين، لا، ليه تقنية معينة وليه خطوات معينة وليه قواعد وليه كلمات وليه حاجات كتير جدا لازم تكون عارفها عشان تحل سؤال الديالوج بالفهم مش بالحفظ. الطريقة بتاعت الحفظ دي المستر اللي يقولك احفظ ديالوج و2 و3 او احفظ كل الديالوجات اللي موجودة عندك في الكتاب، ده غلط نهائيا، وده اصلا مستر ما بيعرفش في الانجليش. تمام. فحاول ان انت تشوف الفيديو اللي انا هسيب لك اللينك بتاعه تحت او هسيب لك اللينك بتاعه في اول تعليق مثبت، تشوف الفيديو ده وصدقني حرفيا هيفيدك جدا جدا جدا، وبعد الفيديو ده هتحل اي ديالوج يقابلك في وشك. واخر حاجه وهي القطعة عايزة اقولك ان القطعة انت كل اللي عليك ان انت هتعمله في القطعة ان انت هتحل قطع كتير جدا. عايزة اقولك ان سؤال القطعة ده اصلا بيبقى هدية ليك كطالب في ثالثه اعدادي، لان اللي بيحط الامتحان بيبقى حاطط الاجابات بتاعه القطعه دي في القطعه ذات نفسها. انت كل الحكايه ان انت محتاج ان انت تشغل دماغك شويه، فما تستصعبش الامور. يعني مش عارفه اقول لكم ايه، بس ما تستصعبوش الامور، لان حرفيا سؤال القطعه ده بيبقى هديه من اللي بيحط لكم الامتحان. انت كل الحكايه انت اللي بتستصعبه وبتقعد تقول انا ما بعرفش احل قطعه. انت لو جربت تحل قطعه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه هتلاقي بعدين نفسك تمام وبتعرف تحل قطع كتير جدا ومفيش حاجه بتقف في وشك. عايزه اقول لكم ان انا لما كنت في ثانويه عامه كنت زيكم كده، كنت اكتر سؤال غلس بالنسبه لي هو سؤال القطعه، ما كنتش بعرف احله نهائيا وما فكرتش ان انا احله اصلا. ولكن لما جيت في ثالثه سنه انا كنت زيك، كنت ما بحبش سؤال القطعه خالص، كنت بستصعبه قوي. فجيت في مره في ثالثه ثانوي كان قبل الامتحانات تقريبا بشهر، يعني عايزه اقول لكم ان انا من اول السنه بتاعه ثالثه ثانوي لغايه اخرها وانا ما حليتش قطعه نهائيا. جيت قبل الامتحانات بشهر بدات احل قطع. القطع دي كانت بالنسبه لي العقده الوحيده في ماده الانجليش، رغم ان انا كنت شاطره جدا 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 في ماده الانجليش وكنت بحبها قوي، ولكن سؤال القطعه ده اكتر سؤال انا كنت ما بعرفش احله وكنت مستصعباه لدرجه كبيره جدا. ولكن
بدأت ان انا اجازف وادخل في السؤال بتاع القطعة واحل واقول اجرب، طب انا مش خسرانة حاجة، يعني انا اجرب احل ومش هخسر حاجة، اجرب غلطت مرة 2 3 اتعلم من غلطي وبرضو افضل احل لغاية ما اوصل للمستوى اللي انا عايزاه. فجيت بدأت ان انا احل اول قطعة، تاني قطعة مع المستر بتاعي، تالت قطعة. بعد كده بدأت ان انا الاقي نفسي ان انا بقرا القطعة طالما انا حافظة الكلمات بتاعت المنهج بتاعتي كلها وعندي حصيلة لغوية يعني حتى لو صغيرة برضو هتساعدني في سؤال القطعة ده ان انا اقرا وافهم القطعة وترجمها والكلام ده كله. فعايزه اقول لكم ان انا ما كانش عندي حصيلة لغوية كبيرة زي بقية الناس اللي كانوا في ثانوية عامة، انا كانت عندي حصيلة لغوية يعني على كد كده او على كد المنهج اللي انا درساه، تمام. وانا اصلا يمكن السنة الوحيدة اللي كونت فيها حصيلة لغوية فعلا في الانجليش وهي سنة تالتة ثانوي، ولكن انا ما كنتش بحب الانجليش نهائيا قبل تالتة ثانوي، تمام. كنت الانجليش ده كان المادة الوحيدة الغلسة في حياتي، ولكن حبيتها من بعد ما بدأت أذاكر وعرفت ازاي بتتذاكر وعرفت ايه المفروض هي مطلوب مني ايه فيها وانا المفروض اعمل ايه فيها عشان اخلي المادة في صالحي مش في صالح ان هي تهزمني او تخليني استسلم قصادها، ولكن لا، خليتها مادة لذيذة. فعايزاكم انتوا كمان تعملوا كده، اي مادة تكونوا مش حابينها ومش عارفين تذاكروها تحاولوا تشوفوا اصلا المادة فيها ايه يتذاكر او ايه الحاجات اللي نركز عليها في المادة دي عشان فعلا هي تدينا. لكن انا لو بذاكر المادة كده مذاكرة وخلاص وانا مش عارفة انا عايزة منيها ايه، فبالتالي كده انا مش هستفيد اي حاجة. فحاولوا ان انتوا تشوفوا فعلا الحاجات اللي المفروض اصلا تركزوا عليها في المادة. وزي ما قلت لكم انتوا كطلاب في ثالثه اعدادي هتركزوا على 3 حاجات اساسيين، وهما الدايلوجز اللي هي المحادثات، وهتركزوا على القطع، وهتركزوا على الباراجراف. دول ال3 حاجات الاساسيين لازم تركزوا عليهم. طب انا اعمل ايه فيهم عشان اتقنهم؟ تبدا تحل كتير جدا 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 على قد ما تقدر في الاجزاء دي، لان هي فعلا الشخص مش بيتقن الحاجات دي الا بالحل، فلازم تحل كتير جدا، وكل ما بتغلط بتصلح من غلطك. وعايزه اطمنك كمان اكتر ان انت مع اول قطعه ومع اول باراجراف هتكتبه ومع اول دايلوج هتحله هتلاقي نفسك في صعوبه في الموضوع، ولكن مع التكرار والحل الكتير هتلاقي الموضوع بقى سهل. اوكي، فحاول ان انت تحل كتير على قد ما تقدر، وبعد ما تحل كل الدايلوج او تحل قطعه او تحل باراجراف، تكتب باراجراف، يعني الباراجراف محتاج منك ان انت تكون بتعرف تكتب جمله صح ويكون عندك حصيله لغويه، حتى لو كانت الحصيله دي بتاعت المنهج بتاعك بس في السنه اللي انت فيه كفيله جدا ان هي تخليك تكتب باراجراف كويس. فحاول ان انت تشوف كيفية كتابة الجملة الصحيحة، وده اللي هيساعدك في الباراجراف، وجملة 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 هيدوك باراجراف. وبس كده.